اللي قدامك في الصورة ده اسمه أحمد سالم، وأحمد سالم ده كان شغال في بنك مصر مع طلعت حرب. طلعت حرب كان بيثق فيه ثقة عمياء لدرجة إنه وصل مرتبه لمرتب كبير جدا واداله مناصب كبيرة جدا في البنك. الناس حاولوا يقللوا الثقة ديت في أحمد سالم بالكلام مع طلعت حرب ولكنهم فشلوا. وفي يوم طلعت حرب تعب وراح أحمد سالم إن هو يزوره، وبعد ما خلصت الزيارة طلعت حرب طلب منه إن هو يجي الصبح معاه طبق فول مدمس من محل التبعي، لان محل التبع ده وقتها كان اشهر محل فول في مصر. راح احمد سالم وخلص شغله في البنك وراح مع زمايله وفضل سهران طول الليل، وراح الصبح يزور طلعت حرب. طلعت حرب قال له امال فين يا احمد طبق الفول؟ اتفاجئ بالسؤال وقال له ده انا رحت المحل اشوفه لقيته قافل، ولما سالت المحل قافل ليه قالوا لي ان اخوه مات. وبعد ما مشي طلعت حرب خد عربيته وراح لمحل التبعي، لقى المحل مفتوح، دخل وطلب التبعي. قال له الباقيه في حياتك. قال له الباقيه في حياتي في مين؟ قال له انت مش اخوك مات؟ قال له اخويا مين اللي مات؟ اخويا ما ماتش. قال له يعني انت كنت قافل امبارح؟ قال له لا انا كنت فاتح. طلع طلعت حرب من المحل على البنك وفصل احمد سالم فورا. ولما سالوا طلعت حرب قالوا هو طبق فول مستاهل العقاب ده كله؟ رد عليهم طلعت حرب وقال لهم اللي يكذب في طبق فول يقدر يكذب في مليون جنيه، والوظيفه ديت محتاجه ثقه، وطالما الثقه بتاعتي قلت فيه فما عادش ينفع ان هو يشتغل معايا. اوعى تكون متخيل انك انت اما تكذب ممكن تنجى، لو الكذب بينجيك فصدقني الصدق انجى وانجى.